بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص خالص خالص، وحشتوني جدا. معلش متغيبة عنكم ليا فترة، بس غصب عني والله، معايا ظروف فكان الواحد تعبان ونزلت برد حادة، فقلت انزل لكم بحاجة حلوة بعد الغياب الطويل ده. زي ما شايفين هنعمل مع بعض حواوشي المصري، طعمه جميل جدا وحلو، وكل واحد ليه تكاية فيه. بس انا هقول لكم يعني طريقتي انا. زي ما شايفين البهارات اللي انا حطيت اللي قدامكم شفتوها، تمام. وهقول لكم دلوقتي هنحط واحده واحده. اول حاجه هحط اللحمه دي اقل من ربع كيلو لحمه، تمام. هفرمها في الكبه بتاعتي، عليها تقريبا 70 او 60، قولي 70 جرام ليا، اللي هي بتفرق خالص في الكفته، في الحواوشي، في الحاجات اللي زي كده، بتفرق خالص في طعمها، بتديها سبحان الله طعم رهيب خالص. هنعمها خالص زي ما شايفين، تمام. بحب انعمها خالص زي كفتة، بل ازيد منها عشان تستوي معايا حلو خالص، تمام. هحط الخضار معايا اللي هو عبارة عن بصلة متوسطة، عبارة عن 4 وحبات فلفل. هحط اللي زي ما شايفين حضراتكم البهارات بتاعتي، عبارة عن توم باودر، بصل باودر، عبارة عن بابريكا، عبارة عن ملح، مكعب مرقة، معلقة توم صحيحة، تمام، او مفرومة. وهنحط معاهم حبة كمون عشان خاطر الكمون الانتفاخات وكده. احنا عارفين البصل وحوشي بيعمل شوية انتفاخات وحاجات زي كده عشان البصل الموجود فيه. وهنحط شوية كمون زي ما قلت لكم، وهحط شوية فلفل اسود. هضربهم تاني واعيد عليهم كويس خالص مع الخضار اللي حطيته، اللي هو البصل والفلفل. هنعمها خالص ليه؟ عايزين النتيجة تبقى حلوة خالص وتبقى جميلة ويبقى مستوي خالص، وانت مطمنة انت وبتاكليه ان هو استوى حلو خالص، وفي نفس الوقت بيفرق في النتيجة والطعم معاكي. بصوا، انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم حاجات موفرة، تمام، ان احنا نعمل من ما فيش حاجة، تمام. في حاجات كتير احنا نعرفها في اكلاتنا بيبقى طعمها جميل وبنشتريها من بره، ولو عملتيها في البيت مش هتكلف عليكي كتير، بل بالعكس بتجيب كمية ما شاء الله حلوة خالص، تمام. زي مثلا البشاميل، تمام، ممكن تعمليها ب8 كيلو لحمة. الكفتة، الحواوشي، الحاجات اللي زي كده، البانيهات، الحاجات الكوك، الحاجات اللي زي كده بتجيبيها بسعر ارخص، تمام. وفي نفس الوقت بتعمليها في بيتك طعم حلو وبيشبعوا اولادك. زي ما شايفين دي اقل من ربع كيلو. حطيتها في العلبة في العلبة او في الطبق، وبعد كده هحطها في التلاجة قد نص ساعة، وبعد كده هبدأ احضر معايا. بصوا، العيش الحواوشي بيعملوه في المحلات بالعيش السياحي، لكن ما يمنعش او ما فيش مشكله لو انت عملتيه بالعيش اللي هو الفرن اللي انت بتجيبيه على بطاقه التموين بتاعتك، تمام. انا ما كانش على بالي ولا على الخاطر ان انا اعمله، فبما اني انا يعني ما عملتش من الاول، فخلاص ما فيش مشكله هعمله من هنا. هفتحه زي ما شايفين حضراتكم بتفتحيه، يعني من قدام او في اي حته، تمام. اهم حاجه بس ما تدخلي فيها اللحمه كويس وما يتقطعش معاكي، تمام. فبحيث ان انتي تاخدي النتيجه الحلوه، لان العيش ما بيبقاش زي العيش السياحي، تمام. فاحنا هنعمل الكميه دي كلها وندخل حول اللحمه الرغيف تمليه للاخر، تمام. العيش اللي معانا هيأدي الغرض، بس بصراحة العيش السياحي أو العيش الشامي بيبقى مختلف فيه شوية، بيبقى طعمه مختلف سبحان الله. هاملة معايا الكمية دي كلها، تمام، وهنعملها يا رب يعجبكم. أهم حاجة ان انتي تحطي الماده الدهنيه، هقول لكم عليها. تجيبي سمنه، ليه؟ سمنه بتطريها، لكن الزيت بتنشفه بصراحه، تمام. هو معلش بيشرب سمنه كتير، ويعني لو اي ماده دهنيه انت حباها، بس في نفس الوقت انت تحضري ورق مثلا اللي هو المناديل، او تحضري ورق الابيض عشان خاطر ايه؟ تحاولي تصفي منه الزيت عشان ما يبقاش تقيل على المعده وكده. هخلص كل الكميه دي معاكم واقول لكم على شويه حاجات وطلبات. انا دلوقتي في الشهر ده حاولت انوع ما بين الاكل، تمام، بحيث ان انا ممكن يعني اطبخ كل يوم، تمام، او اجيب كل يوم حاجات مختلفة، او اعمل حاجات مختلفة بس بكميات اقل، تمام. فدي طريقة من طريق ان انت تدبري اسلوب حياتك. بمعنى ايه؟ الاسعار دلوقتي غليت، تمام، فانت نوعي بين اكلاتك. ما بدل ما كنت بتاخدي كيلو بانيه، تمام، اشتري نص كيلو. بدل ما كنت بتاخدي مثلا تشتري كيلو لحمة، اشتري كيلو الا ربع، تمام. حاولي تظبطي الامور، او بمعنى اصح ممكن الكميات تقلليها بحيث ان انت تاكلي كل يوم وحاجات مختلفة وتنوعي في اكلاتك، بس ايه؟ الكمية نقللها، تمام. وفي حاجات ممكن تستبدليها
زي المساحيق والحاجات اللي زي كده، في حاجات موفرة خالص واسعارها حلوة في نفس الوقت بتنضف. فحاول ندبر امورنا ونشوف ظروفنا قد ايه، وكل واحد يمشي على قد ظروفه. بجد بتحسي نفسك مرتاحة خالص. تمام، لما انتي كل حاجة بتعمليها بنظام. تمام، وخاصة لما تشتري مثلا مستعدة ان انت تشتري طلباتك، لو انت مستعدة تشتري طلباتك من اول الشهر. تمام، في حاجات بتنفع تمام تشتريها من اول الشهر، زي الرز، زي السكر، زي المكرونة، زي الحاجات اللي زي دي هتريح حاجات كتيرة خالص. زي مثلا ممكن تستبدلي حاجات وحاجات بالبطاقة التموين بتاعتك وترتاحي منها. في حاجات اسبوعية، مثلا تنزلي مثلا سوق الخضار لو مرة في الاسبوع. مثلا حاجات الاسبوع لو جبتيها كل اسبوع، في حاجات، في ناس بتحب السمك واللحمة فريش، لو جبتيها مثلا مش كل شهر، كل اسبوع، بتبقى افضل ليكي واحسن ليكي. تمام، بحيث ان انت عارفه فلوسك رايحه فين وجايه من فين، وفي نفس الوقت ما تنزليش كل وقت كل مره، لان النزول كل مره بجد بيخليكي تصرفي غصب عنك، بتشوفي حاجات ونفسك تشتري حاجه. خلاص كده هنبدا ايه بقى ندهنها. جبت سمنه وسخنتها كويس خالص. تمام، السمنه دي سخنه عشان خاطر ايه؟ تدخل كويس تمام عليها، وفي نفس الوقت تطريها. تمام، لكن لو هي السمنه بارده، وخاصه احنا في الشتاء، مش هتبقى معاكي الدنيا مظبوطه. تمام، فانت حاولي على قد ما تقدري زي ما قلت لكم تنظموا. تعالوا معانا بقى في اهم حاجه عشان ما تروحش مننا، بعد ما اتكلمنا عن التوفير وعن التنظيم، وكل واحد على حسب رغبته وعلى حسب الظروف بتاعته عارف نفسه بيعمل ايه. بس انا بقول لكم من خلال الواقع ومن خلال تجربتي، كل ما تشتري حاجتك اول باول، كل ما تلاقي نفسك مرتاحه. تمام، وفي التلاجة مليانه ما شاء الله، تسحبي وتطلعي منها. مش لازم زي ما قلت لكم كميات كبيره، ممكن كميات صغيره. وساعات الاكل اللي انت بتشتريه زي المحفوظات، الجبنه، الحاجات زي كده، حطي في دماغك ان هي موفره. لا لا، بالعكس، هي مكلفه اكتر واكتر. ممكن تجيبي حاجات في البيت وتعمليها. انا قلت لك مش كميات كتيره، لكن بتفرق خالص. هوريكم شويه حاجات وجدول ماشي عليه ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. بس اتمنى تدعموني باللايك الجميل بتاعكم اللي بيفرحني، عشان خاطر ايه؟ الفيديو يوصل لاكبر عدد والكل يستفيد، والقناه تكبر بيكم باذن الله. زي ما شايفين حضراتكم دلوقتي خلاص قربت اخلصها الكميه. تمام، بحب اريحها كلها وخلاص. احنا اي نعم في وقت شتاء وكده، وممكن على بال ما اخلص الكميه تحس زي البتاع ده السمنه جمدت عليه، بس ما فيش مشكله، هي كده كده هتنزل، سواء هتعمليه في الطاسه او سواء في الجريل، هتنزل وتسيح وتفك خالص. بس اهم حاجه في الحواوشي انت ودخلاه على النار عشان تضمني ان اللحمه تستوي معاكي حلو وتبقى جميله، ان انت توطي عين النار على قد ما تقدري عشان خاطر تستوي معاكي صح. تمام، لكن لو النار عاليه هيستوي والرغيف هيتحمر معاكي بسرعه، بس ما تضمنيش التسويه من جوه. قبل كده في واحده سالتني، قالت لي هو ممكن ينفع اللحمه ان احنا يعني نسويها الاول بعد كده نحطها في الرغيف؟ قلت لها للاسف لا، لان هي دي من اصول الحواوشي ان اللحمه تكون نيه. بس طالما هتعملي التسويه صح، بمعنى ان انت هتوطي عين البوتاجاز وما هتخليهاش على نار عاليه، هتضمني كده التسويه صح. وكده كده احنا بنفتح الرغيف وبنتاكد منها. واللحمه المفرومه كل ما نعمتيها كويس كل ما عملت معاكي، كل ما استوت حلو خالص، وتضمني التسويه بتاعتها. جربوها بالطريقه دي ومش هتندموا، هتعجبكم خالص. انا عن نفسي بعملها بالطريقه دي، ان انا انعم اللحمه على قد ما اقدر. تمام، وحاولوا الكبه حلوه خالص بصراحه، من ضمن الادوات اللي انت بتقدريش تستغني عنها في البيت، فحاولوا تكون عندكم في البيت. تمام، بجد بتبقى مختلفه وجميله جدا، وبتضمني نظافه اللحمه، لان ما تضمنيش مش كل الجزارين بتكون المكنه بتاعتهم نظيفه. ده بقى كذا حد بيعمل وما تضمنيش هل الغسلان بيبقى مظبوط فيها ولا لا. خلاص كده خلصت الكميه، وهبدأ احطها على الجريل. مش هتاخد معايا وقت، بس اهم حاجة زي ما قلت لكم لما بتستخدميها على الجريل كل ما تعملي كمية وكده تشيلي او تنضفي عشان ما يتحرقش الرغيف اللي بعده. تمام، هنزل بيهم واحدة واحدة كده زي ما شايفين. زي ما قلت لكم السمنة بدأت تجمد عشان احنا في وقت الشتاء، لغاية ما خلصتهم كله. بس ان شاء الله خلاص كده هتبدأ تفك وتسخن. تمام، احط على الجريل ما شاء الله عندي حلو خالص، بيشيل 3. تمام، هوطي على قد ما اقدر وهوريكم. ما تحروقوهوش او ما تحمروهوش قوي، خلوه حلو كده عشان تاكلي حاجة حلوة وتكون صحية في نفس الوقت.
لان الحاجة اول ما اتحمرت بزيادة عن اللزوم